كلنا عارفين دكتور مجدي يعقوب، بس كلنا عارفين ايه هي انجازاته وقد ايه اثر في المجتمع. خليني اقول لك ان دكتور مجدي يعقوب من اهم 6 اطباء جراحين للقلب على مستوى العالم، وتاني دكتور جراحي ممكن يعمل زراعة قلب، وعمل اكتر من 20,000 عملية قلب، يعني تقدر تقول كده 200 عملية كل سنة. كان اول دكتور يعمل عملية زراعة قلب، وبسببها دخل موسوعة جينيس، والمريض عاش بعد العملية 33 سنة بعد عملية زراعة القلب. وكمان أسس سلسلة اسمها الأمل للكشف المبكر للأطفال، وأنقذ حياة 600 طفل. وكمان أسس مركز للقلب في أسوان، وبيقدم خدماته بالمجان. وأعظم إنجاز لدكتور مجدي يعقوب إن هو زرع قلب صناعي من غير ما يشيل القلب الطبيعي، وبعد فترة من العلاج القلب رجع لحالته الطبيعية، وبالتالي قام بعملية تانية إن هو ينزع القلب الصناعي. وبسبب كل الإنجازات دي حصل على ألقاب كتير من جميع الدول وأوسمة وتكريمات. كل أسبوع هنتكلم عن قصة نجاح جديدة.